بصوا يا حبايبي، ما شاء الله عملت كميه قد ايه من كيلو سكر، داخله على 2 كيلو. لان اي حاجه بتحطها في الحلاوه ديت مش بتخسي، يعني اللي انت بتحطيه بتلاقيه لو جرام بيبان. بصوا ما شاء الله المطه بتاعتها، اوريكم المطه بتاعتها اهي، شايفين؟ تحس انك انت عامله حته سفنجه، لانها معموله بمقادير مظبوطه، وما شاء الله ما بتاخدش وقت كتير خالص ومش مكلفه. ما شاء الله شايفين؟ اهم حاجه تمشي على المقادير وهتطلع معاك ان شاء الله مظبوطه من اول مره. يلا ندخل الفيديو ونشوف الطريقه يا حبايبي. اول حاجه يا حبايبي هنحط الحله على النار كده. طبعا يفضل تعملي في الومنيوم علشان بيمتص الحراره معاكي بسرعه. وبعد كده لو تعملي كيلو سكر، لو نص كيلو السكر بيبقى كوبايتين. هوريكم الكوبايه اللي بعاير بيها. بعد كده هنزل كوبايتين ميه، طبعا الكيلو السكر باخد كوبايتين ميه. هنزل باول كوبايه، وكمان نص كوبايه، ونص التاني. هنحطه كده طاسه صغيره ونحط فيها نص كوبايه الميه، ونضيف عليها 8 معالق جيلاتين. لو هتعملي نص كيلو سكر هيبقى كوبايتين سكر زي دي كده. عليها كوبايه ميه، بتاخدي نص كوبايه الميه تحطها على السكر، نص كوبايه الميه التانية تحط فيها ايه؟ الجيلاتين. حطيت كوبايه ونص ميه هنا، ونص كوبايه الميه التانية احط فيها الجيلاتين. طبعا انا عامله 4 كوبايات سكر، عامله كيلو كامل، يبقى احط لهم 8 معالق جيلاتين. 4 5 6 7 8. الجيلاتين دي حبايبي موجوده عند العطارين، لو عايزه ب10 بتاخدي، لو عايزه ب20 بتاخدي، لو عايزه كيلو متغلف كده بتاخدي. انا كنت جايبه كيلو مغلف على بعضه ب140 جنيه. نقلب الجيلاتين كده وامسك في بعض دلوقتي، ارفعه على النار. بس انا غلطت غلطه هنا بقى، عشان انا متعوده دايما بعمل كوبايتين سكر، فحطيت كوبايه ونص ميه. كان المفروض حطيت كوبايه ميه هنا وكوبايه ميه على الجيلاتين، عشان الجيلاتين 8 معالق، فمحتاج كوبايه كامله. بس يلا انا هحط كمان نص كوبايه ميه، ونص كوبايه ميه كمان عادي اهي، مش هتعمل حاجه. انا مجربه قبل كده، لما بلاقي الجيلاتين بيشرب منه ميه بضيف ميه عادي، مش بيبوظ الحلاوه معاكي ولا بيعمل اي مشاكل. هو بيخلي الحلاوه معاكي خفيفه، يعني من زود الميه بتخلي الحلاوه ايه، خفيفه معاكي كده، ومفيهاش سكر كتير. كده على جنب، ارفعه على النار دلوقتي يسيح في بعض خالص. هضيف هنا بقى 4 معالق عسل جلوكوز. يعني الكيلو السكر بياخد معاكي كوبايه عسل جلوكوز كبيره مليانه. هسيبهم بقى يغلوا مع بعض كده، وارفع دولت على عين البوتاجاز كده على نار هاديه علشان يسيحوا. بصوا يا حبايبي، حبيت بس ايه اوريكم ان الجيلاتين بيسيح اول ما تحطوه على النار. طبعا خدت الحله التانيه حطيتها على البوتاجاز، بس انا حبيت اوريكم ده ايه عامل كده، ان اول ما تحطوه على النار هيسيح منك على طول. اول ما يبدا في الغليان بقى هننزله على طول في البول ونضرب فيه بالمضرب. طبعا الحلاوه ديت ما ينفعش فيها غير المضرب الكهربائي، يعني ما ينفعش مضرب يدوي ولا حاجات من دي خالص. بدا يفك خالص اهو. احط عليه الفانيليا كده عشان الريحه بتاعته بس، نديله تقليبه صغيره كده. وبعد كده نجيب المضرب بتاعنا، اول ما تنزلي بالجيلاتين كده هتلاقيه فك من بعضه كده، تضربه على طول. طبعا لو عندك بوله ستانلس يبقى افضل، عشان البلاستيك اصلا غلط ان تحط فيه حاجه سخنه، بس ما عنديش بصراحه، يعني ربنا يحفظ ويسلم بقى وخلاص. خليه يغلي قدامنا كده، هسيبه يغلي بقى زي دقيقتين كده، وبعد كده هختبر. على ما يغلي بقى هضرب الجيلاتين في بعضه كده. هختبر بقى ايه الشربات بتاعي، عشان تعرفي ان الشربات بتاعك ناجح، بيطلع الحلاوه معاكي حلوه. تاخدي شويه على المعلقه كده، لو ما لقيتيش المطه دي تعرفي ايه ان الشربات بتاعك عايز شويه كمان على النار. يعني هو بياخد زي 3 دقايق كده من بعد الغليان، ولما يبرد بقى اكتر بيعمل كده. بعد كده انزل واضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه ودوبهم. من اسهل الحلويات اللي ممكن تعمليها، واجمل الحلويات برضه والله. اضرب بقى. بصوا
بصوا يا حبايبي، بتفضلوا تضربوا بقى لحد ما تلاقي القوام بدأ يتقل. هودي بقى الحلاوه دي بنتي تضرب فيها لحد ما تتماسك في بعضها كده، واجيبها لكم تاني تشوفوها. على هي ما تضربها اكون ايه عملت الصينيه معاكم اللي هنصب فيها الخليط. جبت الصينيه اللي هصب فيها اهو، حط بس فيها شويه زيت كده، وادهنها دهنه صغيره كده. اهم حاجه من الجوانب عشان لما تيجي تطلعيها تطلع معاكي بسهوله. كده جوزة الهند الناعمه، يعني لو عندي جوزة هند خشنه تضربها في الطحان. حطي طبقه جوزة هند حلوه عشان ما تلزقش منك. وكده كده جوزة الهند الزياده دي كلها هنستعملها، يعني الجوانب بس يبقى فيها جوزة هند بسيطه كده. طبعا لو عايزين تحطوا زبيب حطوا، بس عيالي طلبوها مني المره دي بدون ايه زبيب. انتوا لو حابين الزبيب بعد ما تحطوا جوز الهند هتحطوا شويه زبيب كمان قبل ما تصب. جبت الخليط اهو، لما توصل القوام ده كده تعرف ان هي بقت مظبوطه. اول ما تيجي تطلعي المضرب من تحت كده بتلاقي الحلاوه بدات تلف عليه من هنا كده وبتنزلش بصعوبه، تعرف ان الخليط بتاعك ايه مظبوط. على طول تصب الخليط، ما تسيبيش ثواني حتى، مش دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتعملي في اي صينيه عندك، صينيه ازاز، صينيه الومنيوم، قالب الومنيوم بتاع كيك. نزله بالخليط اصلا هو يعدل نفسه، مش لازم يعني تمشي على طول كده في الصينيه زي ما انا بعمل، هي تعدل نفسها دلوقتي. اللهم صل على النبي. ازاي كده، وبعد كده على طول بتنزلي عليها بالزبيب وجوز الهند. لو تحط زبيب برضو يبقى الزبيب الاول هنا، هتحط زبيب تحت يبقى الزبيب بعد جوز الهند، عشان الزبيب يلزق على طول اكتر من جوز الهند. جوز الهند بتبقى صغيره وبتمسك، لكن الزبيب بيبقى حبايته كبيره مش بيمسك بسهوله. يعني انت لو حطيت الزبيب فوق جوز الهند مش هيمسك، يطلع منك كنت بتقطعي. ولو حطيت الزبيب في ارضيه الصينيه وبعدين حطيته جوز الهند برضو مش هيمسك. يا رب يكون كل حاجه وضحت يا حبايبي. عملتها لكم اهو بدون تسجيل، كل حاجه عملوا قدامكم. تفضلي تضربي فيها بالمضرب لحد ما تلف معاكي ما شاء الله، ما بتاخدش وقت خالص، ومشروع ممتاز. يعني لو عايزه تعملي مشروع من بيتك بصراحه دي مش متعبه ومكسبها 100%. هسيبها كده يا حبايبي للصبح. لو انت مستعجله عليها شغال عليها المروحه من 4 ل5 ساعات. لو مش مستعجله سيبها للصبح كده في البلكونه او في مكان فيه تهويه، والصبح ان شاء الله تقطعيها تلاقيها حلوه خالص. نتقابل الصبح باذن الله. بصوا يا حبايبي كده تاني يوم، طبعا معلش النور طافي والعيال مصر اللي انا اقطعها، عشان كده ايه فتحت الشباك كده وقعدت على الطبليه وبقطعها لكم. بعد كده يا دود تيجي كده من عند حروف الصينيه وتعملي كده عشان تطلع معاكي بسهوله. عايزه تعملي بسكينه اعملي بسكينه. لو عايزين تاكلوها بعد 4 ساعات ولا 5 ساعات هتاكلوها، بس انا طبعا زي ما قلت لكم كنت عاملاها الساعه 3:30 كمان بالليل، وعملتها ونمت بقى وسبتها. حطيتها تحت الكرسي كده لان الجو يعني ايه مش حر قوي. لو انت عاملاها في الحر ومستعجله عليها شغال المروحه عليها بس 4 ساعات وتاكلوها بالهنا والشفا، بس بلاش تحطها في التلاجة. بتجيبي سكينه حاميه بقى وتدهنيها زيت وتقطعي وتعملي بقى القطع اللي انت عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قلت لك المقص احلى؟ المقص احلى؟ امسك عليكي؟ لا انا همسك. بسم الله الرحمن الرحيم. كده؟ لا ما تدخلهاش قوي كده. نرجع ايه؟ خلاص انت عملتها بالطول بس مالك بقى. بتقولي ازاي؟ كده كده؟ وعيد السكينه عامله عند الاثنين. دي بتاعتك لا انا عارف فيها.
بصوا بقى يا حبايبي، ممكن تعملي القطعه دي، ممكن تعملي القطعه دي، ممكن تعملي قطع صغيره. طبعا لو انت هتبيعي وعاملاها مشروع هتعملها قطع صغيره كده، عشان مثلا لو في محل خاتم وعايز يبيعها القطعه، هيبيع القطعه دي ب 3 جنيه مثلا. طبعا بعد ما بتقطعيها تمسكيها بجوز الهند كده وتعمليها كده من الجوانب عشان ما تلزقش كده. بصوا يا حبايبي، ما شاء الله عملت كميه قد ايه من كيلو سكر، داخله على 2 كيلو. لان اي حاجه بتحطها في الحلاوه ديت مش بتخسيه، يعني اللي انت بتحطيه بتلاقيه لو جرام بيبان. طبعا انا حاطه ميه وحاطه عسل جلوكوز وحاطه جوز الهند والحاجات دي كلها، ايه، جوز النعام. مشروع مربح جدا والله يا حبايبي، مكسبه 100%، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بصوا ما شاء الله المطه بتاعتها، اوريكم المطه بتاعتها اهي، شايفين ما شاء الله. وكده خلصنا الحلاوه القشطه يا حبايبي، من اجمل الحلويات اللي ممكن تعملها لاولادك او حد جاي لك او رايحه زياره لحد، مش هتاخد منك وقت كتير وتطلع معاك ان شاء الله مظبوطه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتنسوش اللايك والشير والاشتراك بالقناه. مع الف سلامه يا حبايبي.